وقد ردد المتظاهرون هتافات منددة بالرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الصحفي أحمد الجمال. أحمد، ضعنا في آخر تطورات المشهد عندك في بورسعيد. نعم أيمن، انطلقت في بورسعيد عدة مسيرات حاشدة من 3 أماكن في بورسعيد. انطلقت المسيرة الأولى من مسجد مريم بحي المناخ بعد تشييع جنازة أحد الشهداء الذين سقطوا في الاشتباكات في اليوم الأول من الأحداث في بورسعيد يوم 26 من يناير الجاري. وانطلقت المسيرة الثانية من أمام مسجد الرحمة، والثالثة من أمام المسجد العباسي، والتقوا جميعا بشارع 23 يوليو أمام مدرسة بورسعيد العسكرية وأمام مديرية أمن بورسعيد. التقوا هناك وتجمع هناك يعني أكثر من 10,000 مواطن تجمع هناك، ولكن هناك المشهد كان مقسم إلى عدد من المجموعات. هناك مجموعات تنادي بضرورة القصاص من قتلة الشهداء في بورسعيد والأبرياء الذين رصدناهم مع أهاليهم خلال الأيام الماضية. وهناك مجموعة تطالب بسقوط نظام ودولة الرئيس محمد مرسي. والمجموعة الثالثة هي مجموعة من السياسيين الذين يطالبون بضرورة تعديل الدستور وضرورة التوافق الوطني وضرورة التنازل عن لغة الكبرياء الذي يتعامل بها على حد وصفهم النظام مع الشعب المصري. المسيرة الآن يعني يتجمعون في أماكن ثم يتفرقون، ولكن التوجه العام إلى ميدان المنشية، حيث أقام عدد كبير من أهالي بورسعيد عزاء صرادقا كبيرا للعزاء بميدان المنشية. والآن يسمع صوت عالي لتلاوة القرآن لأشهر السلفيين في بورسعيد، وهو يعني هو قيادة سلفية كبيرة في بورسعيد، وهو بصوت الشيخ عبد المنعم عبد المبدئ، وهو يعني بمكبرات صوت كبيرة في ميدان المنشية. وهناك يعني أشخاص عاديين من الأهالي ليستقبلوا الظاهرة الكبيرة لإقامة السرادق، وهو سرادق يعني يعتبر بشكل رمزي. وعلق أهالي بورسعيد لافتات سوداء في عدد كبير من مداخل ومخارج. أحمد الجمال، أنت ذكرت أن في أكثر من مجموعات لها أهداف ومبين، منها من طلب بالقصاص لمن قتل شهداء بورسعيد على حد قولهم، ومنهم من يطالب بإسقاط نظام الدكتور مرسي، ومنهم من يطالب بتعديل الدستور وتغيير لهجة التكبر كما ذكرت. لكن يعني ما شأن رجل الشارع، الرجل البسيط في بورسعيد، المواطن البورسعيدي؟ هل هناك ما يمكن أن نطلق عليه حزب الكنبة مثلا في بورسعيد له منضم إلى هذه المجموعة ولا تلك؟ لا أيمن، يعني لا أعتقد أنه في بورسعيد الآن إلا عدد قليل مما ذكرت، ويعني يرصد الأحداث من بعد، ويعني يعتصر حزنا على حال البلد بشكل عام. يعني هناك طبعا أشخاص لا ينتمون إلى أي أحزاب سياسية ولا ينتمون إلى أي تيار أو توجه، هم فقط يعني يجلسون يعتصرون حزنا على الحال الذي وصل به النظام أو وصل به الأهالي حتى الآن. ولكن هؤلاء هم أعداد يعني قليلة، لكن نحن نرى في جميع شوارع بورسعيد يعني الكل غاضب. وخاصة يعني أود أن أقول أن الحالة في بورسعيد يعني ربما تزيد احتقانا عن المحافظات الأخرى لعدد الضحايا الذين سقطوا خلال الأيام الماضية. والغضب الأكبر في بورسعيد هو بسبب هذا الحدث الذي سقط خلاله أبرياء يعني من سن 15 عاما إلى 33 عاما. ويعني هناك أشخاص كانوا يمرون بشكل طبيعي ثم سقطوا من جراء إطلاق. طيب، بالنسبة للخلل الأمني التي شهدتها الأيام السابقة قبل حظر التجوال، هناك تحسن في الحالة الأمنية؟ بلا شك أيمن، هناك تحسن بالفعل من فاعل ضوي إطلاق نار بالكثافة التي كان يسمع بها قبل حظر التجوال. يعني هي طلقات ميدان لا تتعدى عدد أصابع اليدين بعد الساعة 3 من اليوم وفقط. أما يعني لم نعد نسمع ولم تعد هناك اشتباكات بنفس العنف الذي كان يسبق قرار حظر التجوال. شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد الجمال، كان معنا من